بصي يعني it feels طبعا fantastic يعني حاجة حلوة جدا. هي فعلا السنة دي كانت سنة بالنسبة لي ناجحة جدا في التمثيل، لأنه اتعرض عليا أدوار مختلفة، ودي حاجة بالنسبة لي فرحتني جدا. يعني كان عندي تشويس اختار حاجات، ففي حاجات اخترتها وحاجات اعتذرت عنها، فلقيت ان انا مش محصورة في كادر معين ان ناردين هي لازم تعمل الادوار دي. ودي حاجة طبعا اسعدتني جدا في الثلاث ادوار اللي انا عملتهم السنة دي، اللي هم الحمد لله نجحوا: صوت وصورة، وبين السطور، وطبعا اخر حاجة كمان لحظة غضب. انبسطت طبعا جدا انه على الاقل الادوار اللي بتتعرض عليا مختلفه ومتنوعه، فدي كانت حاجه حلوه الحمد لله، وان الناس حبوا الثلاث ادوار المختلفين. بصي يعني اللي انت بتقوليه صح جدا. ابتدينا فعلا بالمفتريه خالص اللي هي صوت وصوره. اكشلي هو بين السطور اتصور من سنه، هو بس اتعرض بالصدفة ما بين المسلسلين. أعتقد يعني إن الحظ كان حلو في التوقيت اللي نزل فيه، لأنه كان بعد صوت وصورة اللي كل الناس شافت فيها طبعا ماجدة علوان الشخصية الشريرة اللي ما عندهاش مبادئ كذا كذا كذا، وفجأة لقيتي هدى اللي هي الغلبانة اللي بيضحك عليها، اللي قررت تنتقم بهبالة برضو، ما فهمتيش إزاي حصل كده. وفي الآخر بقى كانت نيرة اللي هي فيها كده حتة شوية دارك كوميدي، وطلعت هبلة في الآخر برضو. مش هتصدقي، بس أنا كل الناس اللي كانت بتبعت لي احنا بنحب نيرة جدا، نفسنا يبقى عندنا صاحبه زي نيرة، احنا بنحب نيرة اكتر من ناردين، دول صحابي بقى اللي هو ايه، نيرة اظرف بكتير من ناردين في الحقيقه. انا حبيت قد كده الناس حبوها ولقوا ان هي فعلا صاحبه جدعه لذيذه، ايه ده عايزين واحده زي دي في حياتنا. فدي كانت بالنسبه لي حاجه لطيفه جدا جدا جدا. I need a friend اكيد كده، اللي احس دايما ان في حد في ظهري، لو في مصيبه حصل ايه انا عارفه ان في حد ممكن اروح له اكلمه اقول له مصايبي، يتكلم معايا يتشاور. بس اكيد الموضوع ليه حدود، مش لدرجه ان واحده قتلت جوزها فيلا نخبيه مفيش مشكله والدنيا هتعدي، يعني برضو فيها حته اوفر جدا يعني. بس من ناحيه الكونسبت نفسه، ان يبقى عندك صاحبه انت تقدري تعتمدي عليها في كل حاجه بتحصل في حياتك، دي اكيد حاجه حلوه، كلنا نفسنا يبقى عندنا حد كده. بصي هو برضو يعني احنا كان الحظ ما بيننا حلو قوي ان احنا ابتدينا مع بعض في بين السطور. طبعا داينامكس تانية خالص، اتنين انا مش بحبها خالص، بكرهها. هند دي بالنسبه لي شخص دمر لي حياتي، فعايزه ادمر لها حياتها، فكان داينامكس مختلف تماما. من كتر من المسلسل بين السطور ده كان تقيل، احنا نفسنا كنا طول الوقت عارفه ما تبقي شايله طاجن ستك زي ما بيقولوا كده وراحه تمثلي، يعني هو كان كده. فما كانش فيه الكيمستري اللي هو صاحبتي وحبيبتي، قد ما كان بجد في ليفل اللي هو انا مش طايقاكي، انت دمرتي لي حياتي. فلما دخلنا في لحظه غضب، انا فاكره اول مره هي كلمتني بعد ما اتعرض عليا الدور، قلت لها انا مش قادره اصدق ان احنا من ده هنبقى ده. فقالت لي ولا انا، بس انا حاسه انه حلو قوي ان ده يطلع بعد كده، بعد ما عملنا الكره ده، ان احنا نبقى اصحاب. وفعلا هو في حاجه حصلت كده، انه كان في فعلا كيمستري، كنا اوريدي اتعودنا على بعض في البروجكت اللي قبله، فعدينا الحته دي، فدخلنا على طول في حته انه اتنين صحاب جدا. I'm ready to do anything for her. اعتقد ان ده خدمنا برضو، انه مش اول مره لسه نصور قدام بعض، لسه ما نعرفش بعض، لا احنا فاهمين بعض، عارفين بعض، عارفين بنذاكر ازاي، عارفين هنخش السات نعمل ايه، ممكن نحضر ازاي مع بعض. فقطعنا شوط في الاول، واعتقد ان ده نفع قوي في لحظه غضب. انا من الحاجات اللي مبسوطه فيها ان انا كان ليا دور شويه في تغيير الكاركتر، وان انا ابتديت اقتنع ان انا لازم اغير شكلي مع كل شخصيه على قد ما اقدر في الاطار اللي انا قادره اعمله. طبعا هو محتاج مني مذاكره كتير، واعتقد ان جزء من نجاح الشخصيه اللي انا قدرت اقدمها، غير طبعا الاداء وان اغير شويه فيه، بس ده بيبقى مكتوب فبيساعدك ان انا بشوف لها شكل يعني. واعتقد ان انا نجحت شويه في ده في ماجدة. قررت ان انا الم شعري خالص، كنت عايزه اغير من شكلي تماما، لان كان بقالي كذا مره بطلع دايما كيوت، شعري هو ما برضاش اقصه او اغير لونه انا كناردين. فلما قررت ان انا المه، اعتقد ان ده اضاف كتير قوي لشخصيه ماجدة، ان هي ملامحها قاسيه، واضح جدا نظراتها، عينيها، حتى لو ده ما كانش محليني. يعني كان في ناس كتير بتقول لا شكلك وحش قوي، او انتي احلى من كده في دور ماجدة، بس حسيت ان ده خدم قوي الشخصيه، كمان ان انا ما غيرتش في شكلها كتير. هدى هو ده كان شكلي، بس لما جينا في نيرة عشان كنت عايزه اغير شكلي شويه، وهي كانت مكتوبه انها عايشه بره بقالها كتير في فرنسا، فابتديت كده السيرش
الفرنش لوك بيبقى عامل ازاي، فلقيتهم كتير قوي عاملين قصه، ولاني ما كنتش عايزه البس باروكه بصراحه يعني، لاني جربتها قبل كده وحسيت انها مش ماشيه قوي معايا يعني، مش بتليق عليا، فقررت ان انا اقص القصه دي شويه واطول شعري يعني اركب اكستنشن وكده، فحسيتها فرقت. طبعا لسه ناردين موجوده، بس حسيتها من ماجدة لهدى لنيرة كان في شويه تغيير في الشكل يعني، فانا شفتها اتغيرت بقى. انتي مش شايفه ده قوي، مش عارفه، بس حاسه انها بالعكس، ده انا يعني في شويه نضوج عندي في السنه اللي فاتت، انه قررت اغير شكلي شويه في حدود المعقول. مش قادره اخد ريسك كبير، لسه مش قادره اعمل ده، بس ابتديت شويه بشويه. فاهمه قصدي؟ انا طبعا بالنسبه لي اصلا لحظه غضب كان تشالنج كبير، حتى قبل ما اقول بقى انا عايزه اعمل ده وعايزه ودي مسج انا عايزه اقدمها، هو الجانرا نفسها بالنسبه لي كانت جديده وكانت بتخوف. دارك كوميدي، هو الموقف هو اللي بيضحك، بس هو انا بضحك؟ انا مش عارفه اذا كنت بضحك ولا لا. هل حتى لو عملت الموقف بجديه هوصل المسج؟ لان هو مكتوب بيضحك، هو دارك كوميدي. طبعا انت مش داخله تدي افيهات، لكن هو في الاخر انت لازم اللي بتقولي كلام مش طبيعي، ما بتقولي يلا يلا نتويه يعني، ده مش طبيعي برضو يعني، فاهمه يعني؟ لا دي مجنونه وفيها تكه لسعه مش حقيقيه. ان انا وافق ان انا اعمل ده كان بالنسبه لي تشالنج كبير، وقعدت كتير اتكلم انا وصبا وانا وطارق الجنايني وزيزو طبعا المخرج، وكنت خايفه قوي يعني، خايفه يبقى دمي تقيل بصراحه. فدي كانت التشالنج الكبيره. لما ابتدينا نقعد نقرا مع بعض وحسيت انه يلا انا هاخد التشالنج ده، ليتس دو ات. فالمسج اللي جواه بقى طبعا بالنسبه لي او كنيره، ان يبقى في صاحبه كده ان انت بجد يبقى عندك حد واقف جنبك، ان انت تعتمدي عليه في حاجات كتير. مش هقولك بقى ان الستات تروح تقتل رجالتها اكيد، لان اكيد انا مش مع ده خالص وضد ده فعلا، بس فكره ان الست تاخد حقها، وان ما حدش يكسرها، وان يبقى حد في ظهرها واقف معاها بيدافع عنها، دي اكيد كلها حاجات مهمه كنت حابه برضو ان احنا نبينها للناس. دايما السؤال ده لما بتساله بصراحه بقول I have nothing in my head، مش ببقى عايزه اقول انا عايزه اعمل ده the next step. اكيد عايزه اتطور اكتر، عايزه اداء اتحسن برضو. it's a very long journey يعني، بالنسبه لي التمثيل it's a journey بتعلم فيها حاجات كتير، كل مره ببقى عايزه اتطور خطوه زياده. فلو هتقولي لي ايه الخطوه الجايه، اكيد عايزه انا كناردين اطور اكتر من الموهبه اللي ممكن تكون صغيره عندي فتكبر، فاقدر ان انا اعمل الادوار اللي بتتعرض عليا اعمق باحاسيس اكتر، وتبان للناس التطور اللي بيظهر عندي في الشخصيه بتاعتي يعني. لكن ايه اللي انا عايزه اعمله؟ لا ما عنديش حاجه في بالي. انا فاكره مره كنا هنا برضو في الجينجر وسالوني السؤال ده، بس بالصدفه يعني ممكن احب ان انا اخش كده شويه في حته الكوميدي، وفجاه لقيت لحظه غضب جه، ساعتها ما كانش في بالي خالص ان ده يحصل. فحقيقي مش بعمل بلان، وما اقدرش اقولك ان انا عندي خطه مستقبليه دايما برجع لها وبشوف ايه اللي عملته. لا انا دايما لما بيتعرض عليا بروجكت بقرر في الاول اذا كنت ده اللي انا عايزه اعمله ولا لا، هل ده هيضيف، هل ده في تغيير، ولا هي نفس الشخصيه اللي انا عملتها قبل كده. اكيد بحاول ان انا اطور اكتر من ادائي، وبنبسط قوي لما الناس بتشوف ده يعني، من اول مره مثلت لحد النهارده اذا كان في تطور ولا لا، دي بالنسبه لي بتبقى كفايه جدا، وهي دي اللي انا دايما بسعى ليها.